السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباراة مولودية الجزائر ضد مستقبل الرويسات في الدوري الجزائري. تتجه الأنظار هذا الجمعة إلى ملعب علي عمار لابوينت الذي سيحتضن مواجهة قمة تجمع بين مولودية الجزائر وضيفه مستقبل الرويسات ضمن الجولة 28 من البطولة. وتنطلق المباراة اليوم الجمعة 8 ماي 2026 على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، وسيكون ملعب علي عمار مسرحا لإقامة مباراة حسم اللقب رسميا وقطع الطريق أمام كل الملاحقين في التفكير باللحاق بصدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، حين يستقبل العميد مولودية الجزائر مستقبل الرويسات أول فريق تمكن من الإطاحة بالمولودية خلال الموسم الكروي 2025-2026 بلقاء الذهاب في ورقلة ينقص إشبال المدرب خالد بن يحيى نقطة وحيدة من أجل التتويج باللقب العاشر في بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. ويبحث اللاعبون عن تأكيد علو كعبهم هذا الموسم. وتعرف هذه المباراة عودة عبد اللوي وغيابات بالجملة. ستعرف المباراة بين مولودية الجزائر وضيفه مستقبل الرويسات حدثا بارزا بعودة اللاعب والقائد أيوب عبد اللوي إلى أجواء المنافسة الرسمية. وسيغيب عن المواجهة أيضا الظهير الأيمن محمد رضا حليمية بسبب الإصابة. ويحتل فريق مولودية الجزائر المركز الأول برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مستقبل الرويسات المركز 13 برصيد 29 نقطة. وستنقل مباراة مولودية الجزائر ومستقبل الرويسات على القناة 6 الشبابية. ويتطلع نادي مولودية الجزائر إلى التتويج باللقب للمرة 9 في تاريخه والثالثة تواليا، عندما يلاقي نادي مستقبل الرويسات في الجولة 28. ترقبوا نتيجة مباراة مستقبل الرويسات ومولودية الجزائر مباشرة على القناة. المرجو الاشتراك في القناة من أجل التوصل بنتيجة المباراة وتفاصيل أكثر عن الشوط الأول والثاني، وكذلك من أجل التوصل بتغطية خاصة لأبرز مباريات الدوري الجزائري. كونوا في الموعد هذا المساء، وإلى اللقاء.